مسلسلها بيبدأ بمجموعة شباب وبدول وهم قاعدين في الكافيه، ومرة واحدة بيخش عليهم الشخص ده، فالبنت بتبدأ تعرف عنه وبيكون تعريف مش حلو، والشباب اللي معاها دول بيقوموا كانوا هيضربوه. وتعالى نرجع ونشوف اللي حصل عشان هيضربوه. صح، نسيت أعرفكم على البطلة بتاعتنا اسمها إبراك. تعالى نرجع للمسلسل بقى ونشوف إبراك وهي بتجري وبتكون متأخرة على الجامعة، وساعتها بنشوفها وهي بتطلع السماعة بتتكلم الشباب دول. وتعالى نعرفكم عليهم على السريع. أول واحد اسمه علي، والتاني اسمه أغوث، والتالت اسمه أحمد، والرابع اسمه ريان. هنرجع للمسلسل بقى، وساعتها وهي بتتكلم معاهم بيقول لها انها اخر غياب لها وهتتفصل. وساعتها بنشوف وهي بتجري وبتكون هبطانه، وبعدها بينتقل بينا المشهد وهي عند التاكسي ده وبتوقفه. بتقول له ساعتها انت موجود عشان توصلني؟ ساعتها بيقول لها التاكسي احنا عاملين اضراب كلنا. ساعتها بتزعل وبتتحرك، وساعتها بنشوفها وهي واقفه على الطريق، وبنشوفها وهي بتشاور للعربيه دي، وساعتها ما بتوقفش وبتمشي ساعتها. وبنشوف الشخص ده وجايب الموتوسيكل ووقف. تعالى نعرفكم عليه برضه، اسمه سينان. واول ما بتروح وتقول لي خدني معاك على الجامعة، وهي بتكون رايحة من يمته هناك، بس للأسف مش بياخدها معاها، وبيفضل كده حبة لما بياخدها معاها في الآخر. وبنرجع للموضوع تاني، وعلي بيقول إياك عندي اتكلم يا براك. وساعتها ساعتها سنان بيقول ده احنا هنتسلى بيكم هنا، وبيمشي ويسيبهم ويرجع يقعدوا مكانهم. وساعتها ريان بيقول إن المدير عامل علاقة مع أم طالب من عندهم، والكل بينتعش. وساعتها بنرجع للزمن تاني لورا، وبنشوف هو داخل المكتب، وأول ما بيوصل بنشوف المدير داخل عليه وبيبقى متوتر ومش عارف يستخبى فين. وساعتها بنشوف هو نايم تحت مكتب المدير، والمدير ساعتها كان بيتكلم مع ام الطالب. هنرجع لهم تاني وهو بيقول مش هقول لكم على اسمها عشان ما اعرفهاش لسه. وساعتها بنشوف علي وهو في ملعب كرة، بيقول لعلي حب القواعد، اول حاجه مالكش دعوه ببراك، وبراك لنا احنا الاربعه وبس، متكلمش اي حد تاني، وانا القائد هنا والكل بيسمع كلام القائد. ومن الاخر كان بيقول انا الكل في الكل. ساعتها المدير بيجي يقول له انت تقول كده لمين يا علي؟ ساعتها بيقول انا بقول كده على القواعد. ساعتها المدير بيديله المفاجأة ان هو ما عادش القائد بل سنان هو القائد. وساعتها بيقول له سنان وريله المهارات. وساعتها المدير بيسيبه يمشي ويجي سنان عشان يتريق عليه، وساعتها علي بيمشي ويسيبه. وساعتها بنشوف سنان داخل المنطقة ديت، واللي بتكون فيها يا براك بنلاقيه اول ما بيخش بيقول على السلسلة اللي كانت لابساها، بيقول انها معاه ولو عاوزاها تعمل حبة حاجات. الاول واول حاجة هتعملها لا تلبس جيبة وهي ماشية، وبتقول انها تعيش زي البنات يوم كامل. وبننتقل بينا المشهد وعلي قاعد في الكافيه مع المس، بدأنا نتكلم وبتقول مش كده غلط اللي انتوا عملتوه ده. طلع له وقتها فلاشة، وبنرجع بالزمن لفترة وهي متراقبة كاميرات، وبنشوف علي وهو بيشغل انذار الحريق. وبنشوف ساعتها وهو واقف قدام المدير وقاعد يتكلم معاه عن الاخلاق، وبيتكلم انت كده تتفصل من جامعتين واحنا التالتة بسبب اللي انت بتعمله ده. وبيقول له الكاميرات وقتها كانت فاصلة فمش هنعرف نعمل معاك اي حاجة، ولو مسكتك بعد كده هعمل لك فصل بمؤبد. كده عرفنا ان الميس هي اللي تكون ماسحة كل حاجة. وبتتكلم وبتقول برضه ان الباب اللي انتوا كنتوا واقفين عنده بقى معلش نقطة عمياء، ده بقت نقطة مكشوفة قدام الكل، وبيكون بيسجل على الفلاشة برضه اللي قدامه دي. ساعتها علي بيجي يعتذر منها، بتقول له لا ما تعتذرش انت كنت بتساعد صاحبتك. وساعتها علي بيقول اسف على كل اللي احنا عملناه، وبيقول ورايا ميعاد وبيستأذن. وبنشوف هو بيمشي، وبينتقل بين المشهد هو وسنان اللي بيكونوا واقفين قدام المكنة ديت، وسنان بيضرب اول بوكس. وساعتها بيجيب 2894، وعلي بيضرب تاني وبيخش يضرب البوكس بتاعه بيجيب 2923. وساعتها سنان بيكون مصدوم. وساعتها بنشوف هو بيديله مفتاح الأوضة بتاعة غرفة الملابس بتاعة اللاعبين. وساعتها بنشوف ريان وهو بيتضرب بالقلم من البت ديت، أصحابه كلهم كانوا بيضحكوا عليه وقتها. ساعتها بنشوف يا براك هي وأحمد قاعدين مع بعض وبيتكلموا إنه يعرف حاجة في لبس الحريم، وبعدها بيقول لها إيه، وبينتقل بين المشهد وهي في محل هدوم حريمي. وبنشوف يا براك وبتكون مستغربة، وبيبدأ يسألها على حبة حاجات كده بتاع بنات، وهي بتكون مستمتعة وكانت مفكرة نفسها تعرف كل حاجة. ومن بعد كده هما بيتكلم بتحس إنها مش بنت أصلا وكانت منهارة. وساعتها بنشوفه وساعتها بيسألها عن كام حاجة عرفتها، أكلت له واحدة. وساعتها بياخدها ويخرجوا، وبينتقل بين المشهد وريان قاعد زعلان كده، وأمه بتخش عليه وبتسأله مالك، بيقول له المدير عامل علاقة محرمة مع أم طالب. وبتسأله أمه وقتها وبيقول لها أم أحمد. وهنا بتكون الصدمة اللي هو مرضاش يقول عليها لأصحابه. وبينتقل بين المشهد لإبراك وهي داخلة الجامعة ومش طايقة نفسها من لبس وسنان بيقابلها في وشها، بتقول له فين السلسلة. ساعتها بيضحك ويقول له اليوم لسه مخلصش. ساعتها إبراك بتسيبه وتمشي، وبيروح لأصحابها اللي بتكون متفاجئين جدا وبيبصوا تعجب. ساعتها بيبص عليها علي كل راحة وحب وأكنه بيحبها فعلا، وبتسأله وقتها إيه رأيك، ويقول لها جميل. بينتقل بينا المشهد وغوث اللي بيكون ماشي، وبنشوفه حبيبته قاعدة بالمنظر ده كتر عصبيته تك على الشاي لما يقع على ايده وبيحرقها، وبيقول لها ايه اللي انت
لابساه ده بتقول له عادي عشان بتدرب على الرقص. وساعتها بيجي اللي هيتدرب معاها ويسلم عليها وبينسى ان مفيش اصلا حد واقف معاه خالص، وبيقول له هنتدرب فين، بتقول له هنتدرب هنا. وعلى طول بنشوف هما بيرقصوا وبيكون المعلم متعصب على الاخر. بينتقل المشهد لبراك وسنان وبيترن عليه وبيقول لها ان جاي الوقت وقول ان حبيبي الجديد. واول ما بيقعد بيبان انها متعصبه جدا وكان الكل هيقوم يضربه بس ماسكين نفسهم بالعافيه. وساعتها يا براك بتقول ان ده حبيبي الجديد والكل بيكون مستغرب. ساعتها يا براك بتاخده وتروح بعيد وبتقول مش كده خلصنا، انا عاوز السلسله بقى. ويفضل يبرد عليها ويتصور معاها وساعتها بيسيبها ويمشي. وساعتها بتروح للشباب بتقول على كل حاجه. ساعتها علي بيجيب فكره وبيقول انا لسه معايا مفتاح احتياطي لغرفه الملابس. وبينتقل بدل المشهد هما بيصوروه وهو خلع هدومه. ساعتها بيعملوا ديل مع بعض ان هو يديهم السلسله بعكس صحيح، وفعلا ده اللي بيحصل. وبيرجع ينتقل بينا المشهد بعلي وهو بيكلم ابوه وهو بيكون متعصب جدا وبيعرف ان العلاقه ما بينهم مش احسن حاجه وبيفضلوا يزعقوا مع بعض. وفي الاخر علي بيقفل المكالمه في وش ابوه، بيبص على شاشه الموبايل وبنشوفه وهو بيقول ان دي عيلته بجد. بينتقل بينا المشهد بغوص اللي بيكون طالع من الجامعه وبنشوف حبيبته حاضنه واحد فبيروح يجري وبيضربه. واول ما بيعرف انه ابن عمها بيفضل يتاسف وطمنيني يا روحي لما توصلي واللي انت عملته ده والله ما هتشوف وشها تاني. وبينتقل بينا المشهد بعلي وهو وبراك وقاعدين مع بعض وهي بتقول له انا عاوز اقول لك على حاجه يا علي. وساعتها الحلقه الاولى بتقوم جايه خلصانه على كده. فانت لو عايز الحلقه التانيه ان شاء الله تشوفها الفيديو الجاي على طول. وكده انتهى المسلسل بتاعنا. لو انت بتحب المسلسل بجد ما تنساش انت تشترك وتفعل زر الجرس. اشوفكوا الفيديو الجاي. سلام.